ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يعني يعني ايه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق؟ يعني كل حاجة عندك في الدنيا بتخلص. بطارية الموبايل بتخلص، الموبايل نفسه بيخلص، الأكل ليه صلاحية وبيخلص وبينتهي، العربية بتاعتك بتخلص بتنتهي، ليها وقت وليها صلاحية وبتنتهي، فلوسك بتخلص ودي حقيقة، يعني فلوسنا كلنا بتخلص. لكن اللي عند ربنا بقى هو اللي باقي. زي عملك الصالح ده ما بيخلصش، عند ربنا باقي ما بيضيعش. الجنة باقية، الصدقة باقية، فعل الخير باقي، كل ده اللي عند ربنا باقي. فاللي عندك ينفذ، اللي هو ايه اللي عندك بينفذ؟ كل حاجة عندك في الدنيا بتنفذ، انت نفسك بتنفذ وبتخلص وبتنتهي، ليك وقت معين وبتنتهي. لما ربنا بيقول لك ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، يعني كل حاجة عندك في الدنيا دي بتخلص وبتنتهي. يعني ايه الكلام ده؟ او ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت متتمسكش بحاجة بتنتهي، متتمسكش ان انا هتجنن عشان اجيب موبايل معين، هتجنن عشان اجيب عربية معينة، هتجنن عشان اجيب بيت معين، كل ده هينتهي وانت نفسك هتنتهي. ربنا بيقول لك ما عندكم ينفذ، يعني ما تتمسكش بالحاجات دي لانها هتنتهي، لكن اتمسك باللي عند ربنا وهو العمل الصالح والصدقة والجنة وهكذا. ناس كتير تبقى متضايقة، لا انا عايز كذا في الدنيا، انا عايز ده، لازم هموت نفسي عشان اجيبه، انا اعصابي تعبت عشان انا محتاج الحاجة دي ومش عارف اجيبها. كل اللي عندك ده، حتى البنت اللي انت عايز تتجوزها هتنفذ وهتنتهي. ولذلك ونيجي لما نلاقي حد من أقاربنا توفى أو كده، فبنلاقي بص على بيته وهو متوفي، شوف بص على موبايله فين، هو نفسه نفذ وانتهى. طب شوف بقى حاجته اللي محطوطة قدامك، هو خد حاجة، كل ده انتهى برضو معاه، ولا أي حاجة ليها لازمة. فياريت نتمسك باللي عند ربنا، لأن هو ده اللي باقي. السلام عليكم.